تخيل تجيلك مكالمه تليفون واحد بيطلب منك انك تقتل الذبابه وهيديك $1000، وبمجرد ما انت بتقتلها بدون تفكير بتلاقي رساله وصلت لك بتقول لك ان انت تحول لحسابك $1000. فانت بتكون مش مصدق وبتطلع وتتكلم مع الشخص ده بالتليفون وتقول له هو انت مراقبني، ولكن لما انت بتبص حواليك مش بتلاقي اي حد موجود. بترجع على البيت وبتفتح الكمبيوتر وبتتاكد فعلا ان في $1000 اتحولت لحسابك في البنك، وانت اصلا كنت لسه سايب الشغل ومحتاج اي مصدر دخل ليك. فبتكلم الشخص ده وبيقول لك الاتي: لو حابب ممكن تكمل في التحديات وتعمل اللي احنا بنطلبه منك، او انك خلاص تحتفظ بالفلوس اللي معاك وتسترجع الخصوصيه بتاعتك تاني. فانت بتقرر انك تكمل لانك محتاج الفلوس، فبيطلب منك انك تاكل الدبانه اللي انت قتلتها، وبمجرد ما تاكلها بيتحول $3000 لحسابك. في البدايه انت بتكون مش مصدق وبتقرر انك ناوي تكمل، ولكنه بيحذرك انك لو بلغت اي حد هو هيعرف بالموضوع ده وهياخد منك كل الفلوس اللي اداها لك. هتبدا بعد كده التحديات تتطور اكتر وتبقى اعنف واكثر اجراميه. يا ترى بقى هو يطلب منك ايه؟ ومين اصلا الشخص اللي بيكلمك ده وازاي بيراقبك؟ الفيلم اسمه 13 سينز، اتفرج عليه وقول لي رايك، تعمل لي متابعه لو عجبك النوع ده من المحتوى.